هنعمل بقى النهاردة مع بعض الكشري بالعدس الأصفر. يجنن، يعني أنا بموت في الكشري ده بصراحة بحبه جدا. والطماطم المخللة طبعا اللي تفتح النفس دي، وبطاطس محمرة بقى وبيض مدحرج، حاجة كده ما شاء الله يعني. غدوة تفتح النفس بجد. وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص، يعني حاجة كده بسيطة وهنتغدى وكمان هنبقى مبسوطين بيها. شايفين عاملة ازاي؟ تجنن. حاجة كده ما شاء الله تفتح النفس، والكشري مفلفل ازاي، مش معجن ولا اي حاجة خالص. وبطاطس محمرة بقى، والطماطم المخللة اللي تجنن دي هتجربيها بقى بالطريقة دي، وهتعمليها بيها على طول، جميلة جدا ما شاء الله. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا. معايا بصلاية كبيرة أنا مقطعاها قطع صغيرة، وحط عليها شوية زيت كده صغيرين، ومعلقتين سمنة. وهنحمر البصلاية دي، يعني هنشوحها كده وهنحمرها تحمير حلو كده، مش محروقة يعني. هنحمرها كويس. وبعد كده بقى هنجيب الرز والعدس اللي احنا بنعمله بالكمية اللي احنا بنعملها على طول، وهنغسله كويس جدا زي ما انت شايفة كده، وهنشوح فيه، يعني نغلف الرزاية كده بالسمنة والزيت اللي احنا حاطينه في البصل. تمام كده. هنجيب بقى البهارات بتاعتنا، اللي هي ملح وكمون وفلفل اسمر، بس كده. هنقلبه برضو كويس جدا. وانا فرمه بقى ايه، 4 أو 5 طماطميات كده، مش كبار يعني. هيدي لون وطعم حلو جدا جدا للكشري. نصلي على النبي الاول بقى يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الكام طماطمية دول يا بنات بيدوا طعم حلو جدا للكشري. وهنديله تشويحة كده كويسة مع بعض، وبعد كده ايه هنسقيه بقى بالمية بتاعتنا. ما نحطش عليه مية كتير، يعني مش زي الرز العادي خالص، علشان ما يعجنش منك. شايفين انا حطيت شوية مية صغيرين ازاي؟ هو كده يعني، ممكن ازود حاجة بسيطة كمان زي ما انتوا شايفين كده، بس كده. وهنقلب يعني 5 دقايق بالظبط، ونهدي عليه النار، مش هنستنى يشرب المية علشان خاطر يا بنات هيلزق. لازم نقلب ونوطي عليه النار. الطماطم المخللة بقى معايا، توم مفروم، وكام قرن شطة كده، وايه قرن اللي هو الفلفل الألوان ده، وكام عود كده بقدونس. وحطيت يا بنات كمون وملح وفلفل اسمر طبعا على الدقه اللي انا دقيتها دي. وحطيت ليمون ومعلقه كبيره من الخل، بس للاسف الكاميرا كانت فصلت وانا ما اعرفش يعني وانا بصور. شايفين الطماطميه انا قطعتها ازاي؟ شرايح كده من غير ما نفصلهم عن بعض، بس كده. والدقة بقى بتاعتنا الفظيعة دي تجنن، طعمها رهيب بجد، حلوة جدا جدا. هنحشي بقى بيها الطماطم بتاعتنا، بس الأول نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو. اللي ما اشتركش معي في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين يا بنات انا بحشيها ازاي؟ انا قلت لكم حطيت ملح وكمون وفلفل اسمر وليمونية كده كبيرة ومعلقة كبيرة من الخل على الدقة دي، بس للأسف الحر ده بيخلي التليفون بتاعي يفصل. تمام كده. انا حشيتها بقى كده وهركنها على جنب. زمان الكشري بقى بتاعنا كده استوى، وحمرت حبة بطاطس كده زي العسل. وعملت ايه تاني؟ عايزة بقى تدحرجي بيض براحتك خالص. شايفين الكشري مفلفل ازاي ويجنن، وريحته وطعمه رهيب، حلو جدا جدا. هتجربيه بالطريقة دي ومش هتعمليه غير بالطريقة دي. شايفين عامل ازاي؟ حتى الطبق نفسه يفتح النفس كده. والله الاكله دي حرشه جدا وطعمها جميل، وانا بموت فيها. يعني انا بحب الكشري ده جدا جدا يعني. شايفين جماله وريحته تجنن. والكام طماطمية اللي احنا عملناهم فرمناهم وحطيناهم في الكشري دي بيفرقوا جامد معاه. طعم جميل جدا. والطماطم المخللة دي تفتح النفس بجد. عايزة بقى تسلق بيض وتدحرجيه جنبها، اي حاجة انت نفسك فيها او بتحبيه جنب الكشري ده اعمليها. انا بقى عن نفسي الطماطم المخللة او سلطة خضراء وايه، والبطاطس المحمرة، وممكن اسلق بيض جنبها كده، عظمة بالنسبة لي. جربوه يا بنات بالطريقة دي هيعجبكم جدا، وبألف هنا وشفا للي يجرب.